خلينا بس كده. في الأول الفيديو ده هيكون بعنوان كارل ماركس. مم. أنا عارف إن في ناس كتير اتكلمت عن كارل ماركس. تمام. و اه ناس كتير كانت بتتكلم عن كارل ماركس وأهميته في تطوير العالم بشكل عام، وفي السياسات والاقتصاديات في الدول يعني بشكل عام. من أهم الفلاسفة اللي أنت ممكن تقابلهم في حياتك هو كارل ماركس. عنوان الفيديو ده هيكون شيوعية ماركس. كارل ماركس اتكلم في 6 حاجات، تعالى كده اعرضهم لك في السريع. المادية التاريخية، الطبقية والصراع، الشيوعية، الهيمنة الثقافية، العلمية الاشتراكية، الأرباح والعمل. دي آخر حاجة معانا. تمام. آه كارل ماركس في الأول كان بيتكلم في فكرة مهمة جدا، وهي إن إحنا ما ينفعش يبقى كل زمن ليه عملته. لا، إحنا في المنطقة، خلينا نقول هو راجل ألماني، خلينا نقول المنطقة الأوروبية بتاعتنا اللي يكون ليها عملة معينة مثلا. العملة دي هي اللي هتفضل كلنا كدول أوروبية تبقى معانا نتعامل بيها. خلينا نقول اليورو مثلا، اليورو هو اللي هتبقى العملة الإيه المحادة اللي هتبقى بالنسبة لنا كلنا. تاني حاجة كان بيتكلم فيها هي الطبقية والصراع. كان بيقول إن أسباب الصراع هي الطبقات وبينها وبين بعضها والتناحر اللي بيبقى بينهم. فهو قال إن الحل ان الطبقات دي تتلغي او ان هي تبقى مش موجودة، فننتقل بسببها للنقطة الثالثة، الشيوعية. يعني ايه الشيوعية؟ يعني املاك الدولة تبقى شائعة للشعب، حاجة تبقى لكل الناس. المصانع، الشركات، كل ده يبقى ملك للشعب مش ملك للحكومة او ملك للدولة. لما نعمل كده مش هيبقى فيه صراع خالص في المجتمعات ولا بين الطبقات، ليه كل حاجة بقت شائعة للجميع يعني. رابع حاجة الهيمنة الثقافية. هو كارل ماركس بيقول إن الطبقة الحاكمة دايما بتبقى هدفها الأول والأخير إنها توصل لنا ثقافة معينة، ثقافة الحكم، ثقافة الحاكم. من خلال الثقافة دي هتعرض أفكارها وتعرض سياساتها، ولازم على الشعب إنه يقبلها، ولو خرج منها يبقى هو خارج عن القضية ويتحاسب ويتحاكم كمان. هو كان بيشوف إنه ده مش صح خالص، وإن آه، الهيمنة الثقافية دي هتقل لما الموضوع يبقى في نوع من الشيوعية، لأن كله ساعتها يبقى بيطرح أفكاره، كله بيناقش المواضيع، كله ملك للشعب. العلمية الاشتراكية دي نقطة رقم 5. العلمية الاشتراكية يعني إيه؟ يعني ببساطة شديدة إن مش كل الدول هينفع تطبق النظام اللي هو اسمه النظام الاشتراكي أو النظام الشيوعي خالص. دول معينة بس هي اللي في العالم اللي قدرت تطبق ده. نقدر نقول مثلا منها الصين، نقدر نقول مثلا منها الاتحاد السوفيتي سابقا أو اللي هي روسيا. هما دول الدول بس اللي قدرت إن هي تعمل فكرة الشيوعية دي عندها في الحكومة، لأنه مش كل شعب بيقبل ده، مش كل شعب بيبقى يقدر يشيل المسؤولية دي، لأن هي طبعا مسؤولية كبيرة جدا. تمام. سادس حاجة وآخر حاجة آخر حاجة معانا الأرباح والعمل. يعني إيه الأرباح والعمل؟ يعني إنه هو بيقول ان بسبب تناقضات اصحاب رؤوس الاموال، هو بيقول ان ده بيسبب تناحر او صراع. الصراع ده بعد كده بيؤدي ل... لمشكلة، هو ان كله عايز مصلحته، كله هدفه الاول والاخير ان هو يبقى يحقق مكسبه. هو بيقول كارل ماركس بعد كده ان ده مش صح تماما، انه لازم اساسا انه الموضوع يبقى مشترك للجميع. الموضوع يبقى مشترك للجميع يعني ايه؟ يعني ان احنا دلوقتي كل حاجة ملك للناس مش ملك لأصحاب رؤوس الأموال. بما انها ملك للناس مش لأصحاب رؤوس الأموال، فده حاجة تخلينا نقول انه خلاص مفيش صراع بينهم، مفيش اي مصالح متضاربة، لان المصالح هتبقى لمصالح الشعب كله. فدي حاجة كمان. اخر حاجة هختم بيها الفيديو بس علشان تبقى انتوا عارفين برضو، الدين افيون الشعوب. جملة مشهورة جدا عن كارل ماركس هو كان بيتكلم فيها، وهو بيقول انه هو على فكرة كارل ماركس ما كانش ضد الدين خالص، هو كان ضد رجال الدين، لان هم كانوا بيستخدموا الدين غلط لخدمة مصالحهم السياسية. وهو طبعا بيتكلم عن اوروبا الوسطى. تمام، اقصد العصر الوسيط من اوروبا طبعا. هو بيقول ان بسبب رجال الدين هم بيخدروا الشعب من خلال الدين ومن استخدامهم ليه في ان هم يوصلوا للسياسات بتاعتهم. سهلة جدا جدا يعني. هو بيقول ان ده مش صح خالص، لكن هو كان راجل يهودي عادي جدا جدا وكان متدين كمان. فبس كده، دي ال6 نقط بتاعتنا: المادية التاريخية، الطبقية والصراع، الشيوعية، الهيمنة الثقافية، العلمية الاشتراكية 6، وآخر حاجة الأرباح والعمل. وطبعا ما تنساش الدين أفين الشعوبة دي، أنا شرحتها لك علشان تقول إيه دي عند فادي. المصادر بتاعتنا كتاب رأس المال، كتاب مانيفيسكو الحزب الشيوعي تاني،
كتاب رأس المال كتاب منفسكو الحزب الشيوعي، من أهم الكتب اللي ألفهم كارل ماركس، واللي هتشرح لك الشيوعية. أنا عارف إنه في الفيديو ده مش بتكلم بالتفاصيل، لأنه في حاجات كتير كان كارل ماركس اتكلم فيها وحكى عنها، لكن حاجة حابب إن أنا أقولها لك. أنا كده لميت لك إيه أهم النقط اللي في فلسفته، علشان تبقى أنت فاهم لو في قاعدة تبقى فاهم إيه اللي بيتقال يعني. لأن هو كارل ماركس من أهم الناس اللي اتكلمت عن الشيوعية وغيرت الفكر الاقتصادي والسياسي في العالم. شوف كده لو في حاجة مش فاهمها اكتب لي تحت في الكومنتس، وتحت هتلاقيني سايب لك لينكات طبعا الحلقات اللي فاتت كلها، وسايب لك المصادر برضو اللي جبت منها الحلقة دي. وما تنساش بقى شير لايك سبسكرايب، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.